أفضل 10 أفلام رعب جديدة في 2024 الجزء الثاني. في فيديو النهاردة هقدم لكم 10 أفلام رعب جديدة في 2024 يستحقوا المشاهدة لو أنت بتدور على أعمال مليانة إثارة وتوتر وقصص مبتكرة وأجواء بتخطف الأنفاس وترفع عندك الأدرينالين. والفيديو ده هو الجزء الثاني لفيديو نشرته قبل كده على القناة. بس في البداية برشح لكم موقع موفيبيديا، وده موقع ترشيحات أفلام ومسلسلات خاص بينا ومتميز ورائد في نوعه، واللي أكيد إنه هيعجبك. وما تنساش برضو تصلي على النبي وتدعي لإخواتنا بالنصر والثبات، لأن المحنة لسه مستمرة. ويلا بينا نبدأ قائمتنا. ورقم واحد معنا في القائمة هو مسلسل سبيك نو ايفل، وتصنيفه هو رعب ودراما. بتدور قصته حوالين عيلة بتروح تقضي أجازة نهاية الأسبوع في بيت منعزل في الريف، ولكن مع مرور الوقت بيكتشفوا إن العيلة اللي عزمتهم عندها أسرار مرعبة وحاجات مظلمة بتبدأ تظهر، وبتحول رحلتهم لكابوس. ورقم اتنين معانا في القايمة هو مسلسل سمايل 2، وتقييمه على موقع IMDb هو 7.2، وتصنيفه هو رعب وخوارق وغموض. بتدور القصة حوالين سكاي رايلي، نجمة البوب المشهورة، وهي بتحضر جولتها الغنائية، ولكن فجأة بتواجه أحداث غريبة ومرعبة، وبيتفتح ليها أبواب الماضي اللي كانت بتحاول تنساه، وبتلاقي نفسها قدام أسرار أكبر من اللي كانت متوقعاها. ورقم 3 معانا هو فيلم ذا بلاتفورم 2، وتقييمه على موقع IMDb هو 5/10، وتصنيفه هو رعب وخيال علمي. بتدور القصة حوالين سجن غريب مكون من 333 دور، والسجناء فيه بيعتمدوا على طاولة أكل بتنزل من فوق لتحت، وكل دور بياكل اللي بيفيد من الدور اللي قبله. ومع مرور الوقت الجوع بيحول السجن لساحة صراع مرعبة من أجل النجاة والبقاء على قيد الحياة. ورقم 4 معانا هو فيلم In a Violent Natural، وتقييمه على موقع IMDb هو 5.5، وتصنيفه هو رعب نفسي ودراما. بتدور قصته عن قاتل متوحش بيرجع للحياة فجأة وسط غابات مهجورة في أونتاريو الكندية، ومع توغله في أعماق الغابة الأحداث بتتحول لكابوس مليان رعب وتشويق، خاصة لما بيبدأ يطارد كل اللي بيظهروا في طريقه. ورقم 5 معانا هو فيلم ستينج، وتقييمه على موقع IMDb هو 5.8، وتصنيفه هو رعب وخيال علمي وإثارة. بتدور قصة الفيلم لما جسم غريب بيقع على شباك مبنى سكني قديم في نيويورك، وبيطلع منه عنكبوت صغير وغريب. وهنا بتظهر بنت عندها 12 سنة بتقرر إن هي تاخد الحيوان ده وتربيه وتسميه ستينج. في البداية بيكون العنكبوت ده شكله لطيف، ولكن الأحداث بتاخد منحنى خطير لما حجمه بيزيد بشكل مرعب وغير متوقع. ورقم 6 معانا هو فيلم هيريتيك، وتقييمه على موقع IMDb هو 7.5، وتصنيفه هو رعب نفسي. بتدور القصة حوالين السيد ريد، وده رجل غامض بيستقبل بنتين من الكنيسة في بيته بدعوى إن هو بيقدم لهم دروس إيمانية، ولكن بدل كده بيحبسهم ويحطهم في اختبار غريب بيكشف فيه ضعفهم وقوة إيمانهم وسط أجواء مليانة بالغموض والتشويق. ورقم 7 معانا هو فيلم أبوكاليبس زد Beginning of the End، وتقييمه على موقع IMDb هو 6/10، وتصنيفه هو رعب وخيال علمي. بتدور قصة الفيلم حوالين داء الكلب لما بيتحول لوباء عالمي زي وباء كورونا كده، وبيخلي البشر مخلوقات عدوانية. وهنا بيظهر مانيال اللي عازل نفسه في بيته مع قطته، وبيعتمد على ذكائه للبقاء على قيد الحياة، ولكن لما الأكل بيقل عنده بيضطر إن هو يخرج مع قطته في رحلة خطيرة بيواجه فيها مخاطر مرعبة في كل خطوة.
ورقم 8 معانا هو فيلم Never Let Go، وتقييمه على موقع IMDb هو 5.5 وتصنيفه هو رعب وإثارة. بتدور القصة حوالين عيلة بتعاني لسنين من روح شريرة مسيطرة على حياتهم، ولكن لما واحد من الأبناء بيقرر إن هو يواجه مخاوفه ويكتشف سر الشر المحيط بيهم، والأمور بتاخد منحنى أكتر رعب وغموض عليهم. ورقم 9 معانا هو فيلم Hold Your Breath، وتقييمه على موقع IMDb هو 5.5 وتصنيفه هو رعب وتشويق وإثارة. بتدور القصة في ثلاثينيات القرن العشرين بولاية أوكلاهوما، لما عاصفة ترابية قوية بتضرب المنطقة، وبتركز الأحداث على امرأة بتعيش حالة الذعر الشديد، وبتبدأ تشك في وجود كيان شرير بيهدد عيلتها وسط أجواء مليانة خوف ودراما. ورقم 10 معانا هو فيلم هيمن، وتقييمه على موقع IMDb هو 5.5 وتصنيفه هو رعب وإثارة. بتدور القصة في عالم منهار بيئيا، والحكومة فيه بتحاول تتخلص من 20% من السكان باستخدام برنامج قتل رحيم بيهم، وبتركز الأحداث على أب بيحاول إن هو ينفذ الخطة دي مع أسرته خلال عشاء عائلي، ولكن الأمور بتتحول لفوضى مأساوية وأحداث غير متوقعة لما بتفشل خطته. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو، فلو وصلتوا معايا لحد هنا أحب أقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتزوروا موقعنا، وسلام.